اليوم الثالث من ديسمبر، اليوم العالمي للمعاق. زي ما ذكرنا في المقدمة ان الغرض من تخصيص يوم عالمي للمعاق هو إلقاء الضوء والمزيد من الأضواء على حياة المعاق وتقديم العديد من التسهيلات والخدمات في حياة المعاق. خلينا نرحب بضيفة الهواء دكتورة سامية حسن، رئيس قسم الترويح كلية التربية الرياضية. صباح الخير دكتورة سامية. صباح النور. دكتورة سامية، منذ قليل تابعنا جانب من افتتاح الرئيس السيسي لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة طبعا صباح الخير على اسكندرية وصباح الخير على مصر كلها. النهاردة افتتاح الدورة 21 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيتضمن بعض دول أفريقيا وبعض خبراء المصريين، وبيشمل على 500 شركة مشتركة فيه بواقع 1000 خبير. المعرض ده لمدة 4 أيام بيتناول محاور المدن الذكية الجديدة مبنية على طبعا المجتمعات الرقمية، الابتكارات، كل ده تمهيد واهتمام بتكنولوجيا الدفاع كمان والأمن والسلامة. يعني الحقيقة مؤتمر إن شاء الله تكون نتائجه وفعالياته بإذن الله محققة للأهداف اللي قام عليها المؤتمر بإذن الله. خلينا ندخل في موضوع الأساسي للقاء الهواء، وهو اليوم العالمي للمعاق، وناخد فكرة عن هذا اليوم. الحقيقة اليوم العالمي للمعاق ده كان 3 ديسمبر اهتم بيه العالم كله، واحنا الحقيقة كل سنة بنهتم باليوم العالمي للمعاق. وعلى غرار ده كان في المؤتمر الأخير لسيادة الرئيس مع الشباب مؤتمر الإسماعيلية ان تم إصدار اهتمام بعام المعاق. عام المعاق ده كان اللي هيبقى ان شاء الله 2018 باذن الله. يعني احنا النهارده عندنا احتفالات على مستوى الجمهوريه باليوم العالمي للمعاق. النهارده مدينه الشبابيه فيها في حدود 27 محافظه، 14 محافظه فوق الاولاني والباقي فوق الثاني. الحقيقه بالاهتمام بده كلها انشطه رياضيه وفنيه وثقافيه ومعسكرات في داخل المدينه الشبابيه الاسكندريه. بيحتوي على 800 معاق، يعني كل المحافظات مشتركة. اليوم ده لما تم عرضه في مؤتمر الشباب وتم إصدار إن عام 2018 هيبقى عام المعاق أسوة بعام المرأة وعام الشباب. الحقيقة على طول لجنة التضامن برئاسة دكتور عبد الهادي القصبي ابتدوا يشكلوا لجنة للاهتمام بتفعيل مادة الدستور 81. المادة دي هو طبعا احنا بقالنا ما يعادل من 42 ل 40 سنة لم يصدر قانون حتى وقتنا. هم الحمد لله يعني في صدد الانتهاء منه قانون يهتم بالإعاقة. المميزات كمان اللي هي ابتدينا نقول طرحت ان احنا هنستغنى عن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، لان هم الحقيقة الاتفاقيات الدولية والاهتمامات العالمية مفيش مصطلح ذوي الاحتياجات، وهم ذاتهم الإعاقة ذوي الإعاقة رافضين هذا. قالوا احنا نمشي مع المصطلح اللي ينص على الدستور والاتفاقات الدولية كلها، ان احنا ذوي إعاقة. ذوي احتياج هم بيعتبروا نفسهم مش ذوي احتياج، هم قادرين على العطاء. وده نتيجة مؤتمرات حقيقة كتير ان هم عايزين المصطلح بتاعهم يوصفهم بشكل عملي زي ما احنا بنقول disability بس كده. اوكي. انما السبيشال نيدز مش بتاعتهم. كلنا سبيشال نيدز، كلنا محتاجين كلنا، لكن هم ليهم خصوصيه. وبعدين الميزه ان حضرتك في العام الجاي ان اللي صدر بعد صدور القرار ده ان 3 وزارات مهمه جدا هتتبنى هذا الموضوع، اللي هي وزاره التربيه والتعليم، وزاره التضامن، ووزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه الحقيقه فيها مكتب خاص بالاعاقه في السبيشال اولمبيك، ولجنه الاعاقه برضو في التضامن. الحقيقه مهتمين بالانشطه الرياضيه والثقافيه. الميزه الثانيه ان وزاره التربيه والتعليم، وزاره التربيه والتعليم ليه؟ لان تم خلاص اقرار تفعيل الدمج. اقرار تفعيل الدمج ده فيه ميزه وفي نفس الوقت فيه مشكله. طب نقولي الميزه الاول بعد كده نشوف. الميزه ان احنا دلوقتي دمجنا ذوي الاعاقه كلهم في التعليم، ودي كانت مشكله كبيره. حضرتك عندك دلوقتي ما يعادل من 11
مليون إلى 14 مليون معاق بمختلف الإعاقات. فدي وجهة، يعني أنا وجهة اتجاه علمي بيقدر وجود الإعاقة أو وجود الشخص المعاق لحقوقه اللي هي زيه زي أي سوي. دي الميزة الحقيقة، إن أنت بتدمجي. كان الأول دمج جزئي، يعني يحطوه في فصل بس، دلوقتي دمج كلي مع المدرسة والأنشطة. في منهم الحمد لله وصل الجامعة. يعني أنا أعرف الحقيقة، وكنت أتمنى النهاردة أجيبها، فريهان دخلت كلية الآداب قسم المكتبات، بس قالت لي ما أقدرش أجي عشان عندي امتحانات. المشكلة بقى اللي بتقابلنا مع الدمج هي المعلم الدمج، أو زي ما بيقولوا الشادو تيتشر أو معلم الظل. هنا ده محتاج بقى المناهج المتطورة لإعداد هذا. يعني احنا رحنا، أنا حضرت في إحدى المدارس، عملنا عملية دمج، لأن أنا برضو مسؤولة عن مركز الترويح لذوي القدرات الخاصة داخل كلية التربية الرياضية. أما بندمج مع الأسوياء، المشكلة إن السوي نفسه هو اللي بيخاف مش المعاق. زائد كمان إن أسر الأسوياء بتقولك لا ابني، بتبقى مشكلة بالنسبة له إن هو معاه دمج. اتخذت كمان أسلوب الدمج في بعض المؤسسات، إن ابتدى نقول إيه، بعض الثقافات اللي يعني مش عارف أسميها إيه، متواضعة. لا إلى حد ما، يعني إن أنا أستغل أسلوب الدمج في إن أنا ممكن أدخل ابني دمج عشان أسلوب الامتحان وابني يبقى سوي. يعني أنا لسه مخلصين رسالة أول امبارح عن الدمج في المدارس، فوجئنا وإحنا بنحلل استمارة الدخول إن مستوى الذكاء 80 و85، وده مستوى كويس جدا للطبيعي. طب ليه؟ قيل إن بعض الأسر بتدخل صعوبات تعلم عشان الامتحانات، عشان يدخل ثانوية عامة يجيب مجموع، حاجات كده. وده أسلوب برضو مازال أسلوب الدمج محتاج تقنين أكتر من كده. هي دي الحاجة اللي احنا، أو الآفة اللي احنا بنعاني فيها من كل القرارات. القرار يبدو إن هو جميل كل حاجة، لكن يجب أن يكون هناك تهيئة وإعداد للكوادر وللجو اللي هيتنفذ فيه القرار. يعني قرار الدمج احنا معانا وسائل وقرار صائب، لكن قبل تنفيذ القرار يجب ان يكون هناك تهيئه واعداد للكوادر زي ما حضرتك ذكرتي شادو تيتشر. لازم تهيئه المدرسه، تهيئه الطلبه والطالبات اللي موجودين في المدرسه. بصي حضرتك، يعني انا لما لقيت ان وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب، فين وزاره التعليم العالي؟ بالنسبه للعامل الاعاقه، وزاره التعليم العالي هي اللي بتستقبل دول، هي اللي هتخرج الجيل اللي هو نقدر نقول ايه، ممكن يمسك قيادات، يبقى مسؤول عن هذا القطاع منهم. فانا قلت يعني طب وزاره التعليم العالي فين؟ يعني احنا بالنسبه لنا عندنا قسم الترويح كل شغلنا 90% منه على الاعاقه كله. فلما بنيجي نروح مؤسسات وبنطبق بنلاقي هي الفجوه دي. يعني احسن بدايه للدمج في الاول دمج الانشطه، دمج النشاط. كمان دلوقتي برضو تغيير القياسات بتاعتهم، كنا بنعتمد على قياس القدرات العقلية فقط، دلوقتي طالع مقياس بتاع جاردنر للذكاءات المتعددة اللي ابتدى توظيفه للإعاقة، ان انا ممكن اكتشف في الطفل المعاق ده قدرات غيرنا. يعني يتميز في القدرات اللغوية، يتميز في القدرات الفنية يطلع فنان منهم، يتميز في القدرات الرياضية. ما جيش انا اقحم ابني داخل مؤسسة تعليمية وانا مصرة ان هو ياخد الثانوية العامة او في الحتة دي بس. ده ممكن يبقى هو مبدع، وده المؤتمر المعرض ان هو بينادي بالابتكارات. ده في محور مهم جدا، لكن في كل الاحوال هو هيحصل على شهادة اكيد، ولكن هيبقى متخصص في النقطة اللي هو بيبتكر فيها. ايوه هو ده اللي احنا بنقوله. يعني انا المفروض بصنف الدمج قبل ما ادمج. انا هدمج لان هو دمج مجتمعي، انه يعيش بكيانه، ولكن لابد من اكتشاف هذه القدرات. يعني انا بقول حته وجود الاعاقه دي في عالمنا الدنيوي ده اختبار للسوي، ان انت هذا الشخص اللي هو يبقى يعجز في شيء، حضرتك الكمال لله وحده، لكن حضرتك بقدراتك تكتمل الى حد ما. فانت ازاي تتعامل مع هذا؟ دي عايزه لها بالظبط تخصصات. هو تم انشاء الحقيقه افتتاح جامعتين، جامعه في بني سويف لعلوم الاعاقه وجامعه في الزقازيق، ودي خطوه كويسه. لكن برضو انا ما زلت
هل الدولة والمجلس الأعلى للجامعات درس الكليات أو الكليات قدمت كل كلية عندها التخصص ده بتدرسه ازاي قبل ما انشئ؟ يعني انا عندي تخصص الترويح، عندي تخصص اللي هو دبلومه اسمها دبلومه ذوي الاحتياجات او ذوي الاعاقه. ذوي الاعاقه بقى انا الحقيقه ان شاء الله يعني نطالب بتغييرها. فاحنا لازم الاول قبل ما نطرح يبقى انا عندي قاعده بيانات، ودي يعني مع المؤتمر الاخير ده يعني انا عندي امل ان الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقميه دي هتوصلنا للحقائق. لان انا لما ادخل يبقى عندي داتابيز لكل اللي انت الاعاقه 11 ل 14 مليون، برضو دي مش صح. احنا كان بمناسبه ان حضرتك ذكرتي الرقم من 11 ل 14 مليون. أيوة. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اكد ان نسبه الافراد من ذوي الاعاقه الخاصه بلغت 16.67% طبقا لاعداد 2017. طيب يعني منها 12 تقريبا 12% في الحضر في الحضر مقابل 9 أو 10% في الريف. يعني النسبة اللي في الحضر أعلى من الريف. بصي بقى حضرتك هنا النسبة مش نسبة الحضر والريف كنسبة موجودة على أرض الواقع. نسبة الحضر والريف نسبة ثقافية. يعني إيه؟ يعني ثقافية بحتة. يعني دلوقتي الحضر الحمد لله ان حصل تطور، ان دلوقتي اللي عندها ابن معاق بتلتحق بتسجيله ودخوله. اما مازال الريف بتاعنا مازال عنده ان الطفل المعاق ده بركه، الطفل المعاق ده موضع شكل يعني يقلل من قيمه العائله. هي دي. لكن البيانات مش هقول لحضرتك هو ده الواقع، لا مازال عندنا قطاعات او بيئات كتيره جدا فيها وبتخجل تماما انها تقول انا عندي، وخصوصا من المثقفين انها تخجل انها تقول انا عندي طفل معاق وعندي ابن معاق. هنا التصنيفه دي انا كان نفسي، وانا رئيسه مجلس اداره جمعيه امون للسياحه على فكره، كنت عامله مؤتمر عن سياحه المعاق ده. بالمناسبه دي انا نفسي تصنيف الاعاقه بدرجاتها، الطبيب المتخصص بتشخيص الاعاقه. احنا عندنا مشكله في دي كبيره جدا. عايزه حضرتك يبقى احصائيات طبعا رسميه من اطباء للتشخيص، لان الاعاقه دي داخلها حاجات كتيره، داخلها جانب طبي كبير. كل الاعاقات، يعني الاعاقه البدنيه انا ما بعتبرهاش مشكله، لان الاعاقه البدنيه طبعا بابعادها. انت عندك الاعاقه البدنيه دي بتوصل من البتر للشلل لا لغايه الشلل الدماغي، لكن برضو ما عندكيش تصنيف لها. المكفوفين موجودين الحقيقه وبيلتحقوا، يعني دي اعاقه الصم واعاقه المكفوفين دي اعاقات واضحه وليهم مدارسهم من زمان الاسر بتلتحق بيها. لكن انت دلوقتي جد عليكي اعاقه التوحد اللي ما زال الجدل فيها، ما زال الخلط فيها. الاعاقه اللي هي متعدده الاعاقات، برغم ان الاعاقه دي 50% منها مشكله، 50% منها مبدعين ومبتكرين. فاحنا محتاجين قاعده بيانات لتصنيف الاعاقه بدرجتها، تصنيف مجتمعي، تصنيف طبي، تصنيف ثقافي. نتمنى هذا يحدث بقى في عام 2018. ده اللي نأمله، عام ذوي الاعاقه. ده اللي نأمله الحقيقه. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ساميه حسن، رئيس قسم الترويح سابقا بكليه التربيه الرياضيه. اشكرك. ميرسي يا دكتور.